انا عارفه انك نفسك تاكلي بيتزا صحيه، بس خايفه تعمليها لا تطلع منك ناشفه ولا لازقه في الصينيه. انا هقولك النهارده سرين يخلوا العجينه معاكي هشه وليها احرف سميكه، والتاني انه يمنع البيتزا انها تلزق معاكي. هنعمل مع بعض بيتزا بدقيق الحبه الكامله بنص كيلو دقيق. هنعمل 4 بيتزات تاكلي بيهم العيله كلها، وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره. اهم حاجه كملي معايا الفيديو للاخر. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا نص كيلو من دقيق القمح الكامل. تمام، ده شكل الدقيق اللي انا هستخدمه. هحتاج كوبايه ونص من الميه الدافيه، عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من السكر بيساعد في تنشيط الخميره. تمام، وهحط كمان معلقتين كبار من الزيت. هقلب المكونات بتاعتي كويس جدا، ولو مش متأكدة من الخميرة بتاعتك اختبريها الأول لوحدها مع مية دافية وسكر قبل ما تنزلي عليها بالدقيق. بعد كده هجيب نص كيلو الدقيق بالحبة الكاملة وعليه رشة ملح. معايا كمان نص كوباية مية هنزل بيها شوية بشوية. لازم نحط المية بتاعتنا بحذر علشان نوصل لقوام العجينة المظبوط، وكل دقيق بيختلف عن التاني. يعني الدقيق بتاعك ممكن ياخد اقل من كده شوية او اكتر شوية. انا استخدمت كوبايتين من المية. بعد ما دمجت كل المكونات بتاعتي بالمعلقة غطيت العجينة وسبتها 5 دقايق بس، وبعد كده رجعت لها تاني. بصوا بقى القوام بتاعها، شايفين؟ ركزوا، العجينة قوامها تقيل بس فيها تلزيقة شوية. تمام، يبقى ده القوام اللي احنا عايزينه، ان العجينة يكون فيها تلزيقة شوية. بعد بقى ما غطيت العجينة 5 دقايق ورجعت لها تاني، بعجنها لمدة دقيقة او دقيقتين بالكتير قوي. الحركة دي يا بنات تحفة، بتوفر عليكي ان انت تقعدي تعجني في العجينه كتير. لا، احنا بس بندمج كل المكونات مع بعض ونسيبها تريح 5 دقايق، بنرجع لها تاني. ما بتكونش محتاجه عجن، بنبدا نعجنها بايدينا دقيقه واحده بس ونلم العجينه وخلاص كده. في الوقت ده المفروض اسيب العجينه بتاعتي تخمر. لا، هنا بقى السر اللي انا عايزه اقوله لكم. انا مش هسيب العجينه تخمر دلوقتي، الاول هاخد العجينه بتاعتي اقسمها وبعد كده اسيبها تخمر. ليه هعمل الحركه دي؟ هقول الاول انا جبت صينيه كبيره، والصينيه دي كده انا هخبز فيها وعصتها زيت كويس جدا، وبعد كده حطيت عليها العجينه بتاعتي. والعجينه هقول تاني انا ما سبتهاش تخمر، انا على طول هقطعها. هقطع العجينه بتاعتي ل4 كرات. يبقى انا قسمت العجينه ل4. همسك كل كوره اظبطها واهندمها كده اخليها مظبوطه، واحطهم بالشكل ده واسيب مسافه حلوه ما بينهم علشان لما يخمروا. واهم حاجه بقى اعوص وشها زيت كويس جدا علشان وشها ما ينشفش. واهم تركه كمان ان انا اغطي العجين بتاعي بكيس وبعد كده بفوط كويس جدا علشان ما يدخلوش اي هواء، علشان العجين اللي بدقيق القمح الكامل بيقشف وبيشقق، فلازم ان انتي تغطيه بكيس وبفوطه وعلشان كمان يساعدوا على التخمير. تعالوا نقول ليه قسمتها بقى وبعد كده سبتها تخمر. علشان انا عايزه احافظ على الهواء بتاع التخمير في كل واحده، علشان كل بيتزايه هعملها تكون واخده التخمير المظبوط بتاعها، وافضل محافظه على الهواء بتاع الخمر علشان اللي هيطلع معايا البيتزا هشه قوي. كمان من الحاجات اللي بتخلي البيتزا تلزق في الصينيه هي ان احنا بنسيبها تريح في الصينيه او تخمر في الصينيه بتاعتها. فكل ما بتريح في الصينيه وتخمر، حتى لو احنا دهنين الصينيه بزيت كويس، فبتلزق في الصينيه وبتكون صعب جدا انك تطلعيها. فانا عملت ايه؟ زي ما انت شايفه كده انا بفرد، وبعد ما بخلص البيتزا بتاعتي وبحط لها الحاجه بتاعتها كلها بدخل الفرن على طول. ركزوا بقى معايا قوي، اهم حاجه الصينيه بتاعتك تدهنيها بالزيت كويس. تمام، بعد كده طريقه الفرد زي ما شفتيها، بتاخدي من جوه لبره وتحاولي تخلي فيه احرف، عشان الاحرف دي بتبقى بقى بعد كده هشه وطعمها حلو، وكمان بتبقى زي البيتزا اللي بنشتريها بره بيكون لها احرف سميكه كده. بعد كده حطينا صلصه البيتزا. انا عاملاها ازاي؟ شويه زيت شوحت فيهم سنه ثوم بسيطه قوي، وبعد كده حطيت صلصه طماطم وحطيت زعتر وملح وبس كده. بعد كده حطيت بقى لحمه مفرومه. طبعا الحشوه دي اختياري، اي حشوه عندك حطيها. وحطيت كمان زيتون، وبعد كده اخر حاجه نحط الجبنه بتاعتنا. وكده البيتزايه جاهزه معاكي. تعالوا تاني هنشوف هنفرد ازاي مع بعض. ركزوا قوي في طريقه الفرد علشان دي اللي هتخليها ليها احرف هشه، وكمان مش هتلزق معاكي في الصينيه. اهم حاجه زي ما قلنا الصينيه بتاعتنا مدهونه زيت. بصوا انا بحركها من مكانها
وبمطها، بس قبل ما بحركها بكون عملت لها احرف بالشكل ده، شايفين؟ كمان لما بحركها بايدي كده ما بديهاش فرصة انها تريح في الصينية زي ما قلنا، لان الدقيق ده بالذات لما بيريح في الصينية عايزة اقول لكم ان هو بيلزق. وخطوة التخمير دي يا بنات جميلة جدا، هتطلع معاكي البيتزا هشة وتحفة وفيها فراغات وخفيفة وطرية. وكمان هقول لكم على سر التسوية اللي يطلعها تحفة. يبقى من الحاجات اللي تطلع معاكي البيتزا هشة وطرية وجميلة وناجحة ان شاء الله من اول مرة، قوام العجينة. لازم العجينة تكون طرية وفيها تلزيقة. تاني حاجة انك انت ما تخمريش غير بعد ما تقطعي حجم البيتزات اللي انت عايزاها. تالت حاجة بعد ما تشكلي البيتزا بتاعتك تدخليها على الفرن على طول. وكمان لازم تدهني الصينية بتاعتك بالزيت كويس. طريقة الفرد مهمة جدا اللي احنا شرحناها، تفردي من جوه لبره وتخلي فيه احرف وانتي بتفردي. واخر حاجة بقى تعالي اقولك على التسوية، لان التسوية دي مهمة جدا وعامل مهم جدا في نجاح البيتزا. في ناس كتير بتدخل البيتزا الفرن تخليها تاخد وقت كبير والنار هادية، فايه اللي بيحصل؟ البيتزا بتنشف معاها، بتحجر وبتبلط وحاجة يعني مش عايزة اقولك. لو دخلتي على فرن بارد برضو البيتزا هتريح في الصينية وهتلزق جامد جدا. فلازم الفرن يكون سخن قبل ما تدخلي البيتزا بتاعتك، ودرجة حرارة عالية من 220 ل 240، وبتحطي في الرف السفلي خالص في الفرن، يعني في القاع الفرن، مش بتحطي على الشبكة. التوقيت كمان مهم جدا، البيتزا بتقعد معانا من 12 ل 15 دقيقة بس. بصي في الساعة وما تقعدهاش اكتر من كده، علشان زي ما قلتلك كل ما هتطول في الفرن كل ما هتنشف معاكي. واخر دقيقتين بنقيد لها الشوايه علشان الجبنه تاخد لون ذهبي خفيف قوي. وطبعا ما نخليش الجبنه تغمق معانا علشان برضو ما تنشفش. كل برضو ما الجبنه يا دوبك تسيح تاخد لون خفيف هتلاقيها معاكي بتمط كده وجوسي وجميله جدا ما شاء الله. شايفين العجينه ما شاء الله حلوه قوي، البيتزا طالعه خطيره وجميله وخفيفه، حاجه كده ما شاء الله. جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك الجميل من ايديكم طبعا فضلا وليس امرا، وتعليق ولو بحرف علشان يساعدك ان الفيديوهات توصل لك بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.